الأصدقاء والصديقات ديال القناة، سلام الله عليكم. وصلتني بزاف ديال الرسائل في الواتساب فيها تساؤلات عندها علاقة بالفيديو الأخير اللي درتو على المائدة المغربية، واللي قلت فيه باللي ملي الأم تقسم اللحم في نهاية الوجبة تبدأ بمول الدار، يعني راجلها وباين ولادها، وتعطيه طرف زين، عاد اللي بقى تقسمو على ولادها. وقلت باللي في الغالب هي ما تخلي لراسها والو، وإلا خلات تخلي عظيم ولا جليدة ولا شحيمة ولا لحيمة. وقلت باللي هذه هي الأم المغربية، رمز التضحية ورمز العطاء. والناس اللي راسلوني سألوا علاش الأب أو الزوج يدي الطرف المخير ديال اللحم، وعلاش الزوجة تبدا به، وعلاش تخلي راسها للتالي، ويمكن كاع ما تخلي لراسها والو. بغيت هذا الفيديو يكون فيه أجوبة على هاد التساؤلات. هاد الأجوبة ماشي من عندي، هي نتيجة نتاع أسئلة طرحتها بدوري على ربات بيوت، وغادي نعطيكم الأجوبة اللي جاتني بلا زواق بلا نفاق. والأجوبة اللي غادي نعطيها لكم ماشي تبرير لطريقة العيش ديال والدينا وجدودنا، هذه فقط محاولة لفهم التراث والثقافة والعادات والتقاليد ديال بلادنا، وكيف ما كانت وكيف ما فهمناها. المهم نديو منها الدروس اللي تنفعنا وتزيد بينا لقدام على الطريق الصحيح، لخاطر الشجرة اللي ما عندهاش جذور الريح اللي جاي يديها. من بين السيدات اللي سقسيتهم، واحد السيدة قالت لي بالسيف نبدا براجلي، باين ولادي هو تاج راسنا اللي يضل برا يشقى باش يجيب لنا، ولو كان ما هو ما يكون والو. واحد السيدة أخرى قالت لي حنا نضلو في الكوزينة نعياو ما نلقموش ونلقمو، ومن نحطو الغدا للدراري نكونو شبعانين. واحد أخرى قالت لي حنا كنا بكري نديرو أتاي عند العشرة، والعشية مول العصر عاود نديرو القهوة، ودايما نحطو معاهم الخير والخمير، والراجل يضل برا حتى يجي للدار وياكل. ومرة أخرى قالت لي الولاد يضلو يلعبوا، ومن يجوعو نعطيوهم اللي كتب الله، بصح الراجل عندو غير داك الغدا. وواحد أخرى قالت لي واخا نعطي لراجلي الطرف المخير يذوق منو شوية ويعاود يزيدو لولادو. وبالصدفة سبحان الله شفت في واحد البرنامج علمي باللي الحصة اللي يحتاجها الراجل نتاع البروتين كتر من الحصة اللي تحتاجها المرأة. حتى هذا ماشي تبرير، وإنما معلومات إضافية كل واحد يفهمها كي يبغي، ولكن المهم هو أننا كيف ما كان الحال نعرفو تاريخنا ونتصالحو معه. ونختم كيف العادة بالصلاة والسلام على سيد العربي والعجم محمد القرشي الهاشمي، وعلى الآل والصحب ومن سار على الدرب. وطبعا بلا ما نفكركم باللي التعليقات ديالكم دائما تفرحني وتشجعني على الاستمرار، ونشكر كاع اللي يدعم هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.